محمد يوسف الزرقاوي، رئيس جمعية محامي الشباب الدار البيضاء وعضو المكتب الفيدرالي لجمعية محامي الشباب المغرب. تقرر خوض الشكل الآخر من أشكال الاحتجاجية الذي هو عبارة عن اعتصام وإضراب عن الطعام مدته ابتداء من اليوم الخميس 10 صباحا إلى غاية الجمعة 10 ليلا. نسجل من خلاله موقفنا الرافض والاحتجاجي على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، تلك المقتضيات الضريبية المجحفة التي تمس بالأساس حق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء، تعرقل المواطن من ممارسة حقه على أساس تم ربط اللجوء إلى القضاء بالأداء المسبق للضريبة وبالرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وهي مقتضيات تشكل خرقا للفصل 39 من الدستور الذي يجعل قوام الضريبة هو المساواة والعدالة الضريبية ومراعاة وضعية الملزم الضريبي. وبالتالي هذه المقتضيات جاءت بهذا الشكل المعيب لأنها صيغت بعيدا عن المنهج التشاركي، صيغت بشكل انفرادي وأحادي من طرف الوزارة الوصية على القطاع المالي. وبالتالي ما نطالب به هو فتح حوار جاد وحقيقي والجلوس على مائدة الحوار مع الممثلين لقطاع المحاماة من خلال السادة النقباء لاستحضار البعد الإنساني والحقوقي لمهنة المحاماة، الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ومهام المحامي في العديد من القضايا، بحيث أن التعامل في الجانب الضريبي مع كل ملف على حدة هو أمر مجحف للمواطن أولا ومجحف في حق مهنة المحاماة ثانيا. كثيرة هي الملفات والقضايا التي ينوب فيها المحامي انطلاقا من الجانب الإنساني والجانب الحقوقي، وبالتالي فرض تلك المقتضيات الضريبية يجعل المحامي في النظر المجتمع وكأنها رسالة مادية أكثر منها رسالة إنسانية ورسالة حقوقية. مسألة أخرى وهي غاية الأهمية، الضريبة على القيمة المضافة. حاليا الضريبة على القيمة المضافة 10% وتم الرفع منها في المشروع إلى 20%. عندما كانت 10% كنا نطالب بإلغائها إسوة لما عليه الأمر بالنسبة للأطباء، لأنه في قطاع المحاماة هناك العديد من الملفات والقضايا لا تحقق أي قيمة مضافة فيها للمتقاضي. مثال المتقاضي في المادة الجنائية والجنحية الذي يدان بعقوبة حبسية وسجنية، مثال أيضا بالنسبة للمتقاضين في ملفات الطلاق والتطليق، المتقاضين في ملفات النفقة، المتقاضين في حوادث الشغل وحوادث السير والأمراض المهنية ونزاعات الشغل عندما يطرد الأجير من عمله. أي قيمة مضافة تحقق لهؤلاء المتقاضين في هذه الملفات وهذه القضايا حتى نطالبهم بأداء 20% من الضريبة على القيمة المضافة. والسلام. المشكل الذي ليس مشكلا مباشرا للسادة المحامون بل يتعلق بدفاع غير المباشر كما كان يزال على المواطنين وعلى القضايا الشعبية.